عايز نباتاتك تكون خضرة وقوية والزهور فيها تكون مبهجة؟ الكل بيكلمك عن سلفات المغنيسيوم كأنه السحر، بس خلي بالك الغلطة فيه بموتة لزرعك. ليه المغنيسيوم مهم؟ سلفات المغنيسيوم مش مجرد ملح، ده منجم مغنيسيوم وكبريت. المغنيسيوم هو قلب الكلوروفيل، يعني هو اللي بيخلي النبات يحول ضوء الشمس لأكل ولون أخضر غامق. الكبريت هو اللي بيبني البروتينات والفيتامينات اللي بتخلي زرعك صحي بجد. مين أكتر نباتات بتحبه؟ لو عندك طماطم أو فلفل الملح ده هيفرق معاك جدا. كمان الورود علشان تفتح وتكبر، شجيرات العنب والنباتات اللي بتحب التربة الحامضية علشان تاخد الفايدة من غير ضرر. احفظ الأرقام دي. للري من 3 ل 5 كيلو للفدان تنقيط. الرش 5 جرام لكل لتر مية. لكن استنى، لو زودت الكمية انت مش بتغذي النبات، انت بتخنق جذوره. اولا المغنيسيوم الكتير بيمنع النبات ان هو يمتص الكالسيوم، والنتيجة عفن الطرف الزهري في الطماطم، تلاقي الزهرة بتبوظ منك من تحت. ثانيا ده في الاخر ملح، والملح الكتير يعني اجهاد ملح وحواف ورق محروقة وجفاف للنبات حتى لو الارض مبلولة. الخلاصة المغنيسيوم مكمل غذائي، يعني ما يعوضش عن NPK. نصيحتي ليك ما تضيفوش بالبركة، لو تقدر تحلل تربتك الأول يبقى ممتاز، ولو هترشه في الصيف ابعد عن وقت الحر عشان ورقة النبات ما تتحرقش. التوازن هو سر أي زرعة ناجحة. لو جربت سلفات المغنيسيوم قبل كده قول لنا على نتيجته معاك في التعليقات. سلام.